مفيش حاجة تخلي الحب والأنس والرضا ويوصلك لأعلى الرتب إلا الصلاة على سيدنا النبي ومدح سيدنا النبي والغنى في سيدنا النبي والغنى بسيدنا النبي. اوعى تفكروا ان الحكاية لعبة. لما تلقى العملية ضاقت منك ومفيش خشوع ومفيش دموع ومفيش أوراد وكله مضلم معاك، امسك السبحة وصلي على سيدنا النبي. اقرا بردة الإمام البصيري، اقرا دلائل الخيرات، اقرا الصلوات الدردرية. المهم ردد كثيرا على لسانك مجرى نور اسم محمد، فإن لنور اسم محمد النور يستدفع به وتتمزق منه الحجب. اللي عايز يرتقي إلى أعلى مرتقى يكتر كتير من الصلاة على سيدنا النبي. هذا الزمان في حاجة ماسة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول الواحد فيهم: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البلاء على أمته كيوم حنين وقف بجلال قدره على الأرض يضربها ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فتنكشف الكرب. الصلاة على النبي يا أولاد. تعرفين إن الكون اللي احنا عايشينه ده مرحوم بالناس دي ولا لا؟ إذا كان هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأيضا لا يشقى جارهم، ولا يشقى محبهم، ولا يشقى من أبغضهم. تعرفين كده ولا لا؟ حتى اللي بيكرهونا بنحبهم. الله ونعيش معاهم على منوال نفس تفلتت مني إلى النار. ولا يكون الولي وليا وفي حضرته الشقي، ولا يكون الولي وليا وجاره يشقى. أنا ضيف أحمد والنعيم بلغته في طيبة الأنوار والأسرار. أنا في حماه وقد نزلت بروضة وهو الحمى وحماه نعم الجار. أيروم من بعد المبيت بطيبة طه الحبيب يكون فيها الجار. من بعدها كيف الرحيل لغيرها؟ يا رب ثبتني وقوي مهجتي لأكون في حشري مع المختار.